السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل أصحابي وإخواتي وحبايبي، كل عشاق ومشاهدي ومشجعي كرة القدم، وحشتوني جدا وأهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات أهلاوي فندي. بتمنى يا رب تكونوا بألف خير، وبدعي ربنا سبحانه وتعالى إن حلقة النهاردة تعجبكم، علشان نطلب دعمكم يا جماعة، دعمكم لينا باللايك والشير. ولو حضرتك جديد معانا وعجبك المحتوى، نتشرف بحضرتك تشترك معانا في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد من برنامج أهلاوي فندي. قبل ما نبدأ حلقتنا بفكر حضراتكم، اوعوا تنسوا يا جماعة تابعونا دايما علشان جوائزنا اللي هتكون ان شاء الله في الحلقة رقم 100 ومع المشترك رقم 100، واحنا شرحنا الكلام ده في الحلقة اللي فاتت. نتوكل على الله سبحانه وتعالى ونبدأ حلقتنا على بركة الله. يوم جديد من ايام النادي الاهلي في المونديال، لكنه يوم مختلف. ايه الاختلاف اللي فيه؟ ان النهاردة اخيرا وبعد عناء وبعد عذاب وبعد طول انتظار تحدد الطرف الثاني في مواجهة النادي الاهلي يوم الجمعة. بقالنا شهرين ونص او 3 شهور من ساعة ما اتعملت القرعة بتاعة كاس العالم، عمالين نقول يا ترى الاتحاد ولا اوكلاند سيتي، يا ترى الاتحاد ولا اوكلاند سيتي. طبعا يعني كانت الترشيحات كلها للاتحاد، يمكن انا الوحيد اللي كنت يعني ايه جوايا امنيه، ما تفهمش، جوايا توقع ان اوكلاند سيتي تعمل حاجه. لكن طبعا شفنا المنظر بتاع اوكلاند سيتي امبارح، كانت عباره عن بطه بلدي في الملعب، ويعني الاتحاد غلبها في 11 دقيقه بالظبط. اتحاد جده غلب اوكلاند سيتي يا جماعه امبارح في 11 دقيقه بالظبط، الثلاث اجوان اللي جابوهم في 11 دقيقه. تمام؟ فيعني هو كان التوقع كان كده، وبحكم الارض والجمهور والمحترفين وكل حاجه في الدنيا كانت بتقول الاتحاد. هو كان توقعي انا وطلع توقع اكس، بس الحمد لله هو كويس. علشان ايه؟ الكلام اللي عمالين بنسمعه بقالنا فتره في الاعلام السعودي ومن الجماعه السعوديين اخواتنا طبعا وحبايبنا، تمام، ان الاتحاد هيعمل في الاهلي وهيسوي في الاهلي. خلاص، كلها كام ساعه واللقاء المنتظر هيحصل، ونشوف فارس لفارس في الميدان، واللي ربنا يقدره بقى ايه يكون ان شاء الله بامر الله. طبعا زي ما بنقول النهارده تحدد خلاص، الاهلي هيواجه الاتحاد ان شاء الله بامر الله، اتحاد جده او العميد زي ما بيسموه، طبعا احترامنا لكل اخواتنا السعوديين. العميد الاتحاد، اتحاد جده، هيلاقي الاهلي ان شاء الله بامر الله، الاهلي المصري، الاهلي البطل، بطل مصر، بطل افريقيا، كل الحاجات اللي ممكن تقولها على النادي الاهلي بقى. ان شاء الله اللقاء هيكون يوم الجمعه الساعه 8 مساء على استاد الجوهره المشعه، اللي مش عايزين النادي الاهلي يتمرن عليه. بيقول لك مسموح للنادي الاهلي بس ان هو لاعيبته يجوا 30 دقيقه بالظبط ما يتمرنوش، ياخدوا احساس الملعب، ينزلوا يتمشوا في الملعب، يشوف النجيله، يشوف مقاسات الملعب، يشوف الكلام ده، يتمشوا. اما كوره تنزل الملعب لا، بيقول لك يعني خوفا على نجيله الملعب والكلام ده. اوكي، مفيش مشاكل، نتمرن في اي حته وان شاء الله ايه خير. طبعا النادي الاهلي من اخر لقاء لعبه اللي هو شباب بلوزداد اللي كان يوم الجمعه، اتمرن سبت وحد واثنين في القاهره، وسافر الاثنين لجده للسعوديه يعني. تمام؟ اتمرن امبارح الثلاث، واتمرن النهارده الاربع. امبارح لحد امبارح يا جماعه، يعني سبت وحد واثنين وثلاث، الاهلي بيتمرن تمرين عام زي ما قلنا، ما كانش متحدد مين الطرف الثاني في المواجهه. لكن النهارده لاول مره بقى مستر كولر يركز على خطه معينه. انت فاهم طبعا، هيلاعب اوكلاند سيتي هيبقى له خطه، هيلاعب الاتحاد يبقى النهارده حدد خلاص انت هتلعب مع الاتحاد. الاتحاد عنده القوه بتاعته فين والضعف بتاعه فين، مفاتيح اللعبه هتبقى ازاي، الدنيا هتبقى ازاي، الخطه اللي مرسومه للاتحاد. تمام؟ فالنهارده النادي الاهلي لعب تمرينه بقى بخطه محدده. خبر حلو برضو يعني، او مفاجاه كانت جميله، هو حضور الكابتن محمود الخطيب ومفاجاه البعثه النهارده. الكابتن محمود الخطيب في السعوديه بقاله يومين، يعني سافر مع الفرقه، تمام، لكن ما حدش كان يعرف، او جزء من البعثه بس اللي كان يعرف. كابتن محمود الخطيب ادى العمره امبارح واول امبارح والدنيا تمام،
في مكة وفي المدينة، وبعد كده توجه لمقر إقامة البعثة النهاردة الفندق، ففوجئوا بالكابتن محمود الخطيب داخل عليهم. كابتن محمود الخطيب زي ما نقول ايه يعني مش عمل جلسات، لكنه شبه اتقابل مع كل لعيب في الفرقة لوحده، وقعد مع اللعيبة وحمسهم وهناهم طبعا الفرقة كتوتال يعني كلها على طبعا الحصول على جائزة أحسن نادي في قارة أفريقيا. مليون مبروك مليون مبروك. وهو ده النادي الأهلي، وهي دي الجوائز بتاعت النادي الأهلي، هو صائد الجوائز النادي الأهلي. طبعا النادي الأهلي احنا كلنا عارفين ان النادي الأهلي خد أحسن نادي في قارة أفريقيا، زائد هن طبعا بالخصوص بيرسي تاو على حصوله على أحسن لاعب داخل أفريقيا، وهن محمود كهربا على حصوله على أحسن هدف في قارة أفريقيا في خلال الموسم الماضي، اللي هو هدف كهربا في الهلال السوداني. طبعا عمل شبه بقى جلسة خاصة مع إمام عاشور، وإمام عاشور محتاج فعلا الدعم النفسي ده. إمام عاشور يا جماعة في حالة هو الراجل عايز يتألق وعايز يظهر، لكن في أمور كتيرة من الإعلام ومن ضغط الجمهور عليه ومن الحاجات دي كلها، فهو محتاج فعلا اللي يسنده نفسيا في الفترة الحالية. صدقوني إمام عاشور يا جماعة لو انطلق فعلا هيكتب تاريخ لنفسه داخل جدران النادي الأهلي وفي كتاب النادي الأهلي، تاريخ فعلا هيسطر بحروف من نور يعني إن شاء الله بأمر الله. طبعا مستر كولر اتمرن زي ما قلنا امبارح والنهارده في السعوديه. من امبارح تمرين مغلق، يا دوبك هي الربع ساعه اللي الفيفا محدداها، اول ربع ساعه في التمرين للوجود الاعلامي، صحفيين واعلاميين والكلام ده معاك اول ربع ساعه بس، بعد كده شكرا كله بعد اذنك يخرج بره الملعب، يتقفل على النادي الاهلي علشان ابدا التمرينه بتاعتي في هدوء تام، امر مغلق تام. هم بس اول ربع ساعه، وتقريبا في حوالي 10 دقائق بعد الربع ساعه دي في يعني سريعا كده بيبقى لقاء مع المدير الفني مستر كولر وثلاث لاعبين اتحددوا طبعا من امبارح، اللي هم الشناوي ومحمد عبد المنعم وياسر ابراهيم. بعد كده كله بيتك بيتك بيتك، اقفل الملعب عليا انا والرجاله بتوعي، يبدا التمرينه بتاعته. حاله اللاعبين مش محتاج ان انا اقول الحاله عامله ازاي. طبعا اللاعبين اكبر حاجه اكبر هم عندهم حتى بعد الفوز بالجوائز اللي حصلت دي الجمهور، عارفين ان الجمهور زعلان، واللاعيبه فعلا عايزين يصالحوا الجمهور، ولاعيبتنا رجاله يا جماعه والله على قد زعلي من حاجات كتيره في الايام اللي فاتت وفي الفتره اللي فاتت وضياع البطولات اللي ضاعت والكلام ده، لكني عارف ان لاعيبتنا رجاله ولاعيبه جدعان، وفي وقت المواقف بيقفوا تمام. حسين الشحات في حديث له بيقول انا مش هاممني اي ارقام ولا اي القاب، انا هاممني فوز النادي الاهلي لمصالحه الجماهير. بيرسي تاو وكهربا برغم حصولهم على الجايزتين اللي قلنا عليهم في افريقيا، الاثنين بيؤكدوا ان احنا هنقاتل لاسعاد الجماهير، ومش هم بس، ده هي الفرقه كلها. ويمكن قلنا في حلقه قبل كده ان محمد الشناوي، عمرو السوليه، علي معلول، مجدي قفشه، اللعيبه الكبار في الفرقه اجتمعوا مع اللاعبين، والكل تعاهد على فرحه الجمهور، وان شاء الله بامر الله ربنا يوفقهم في الموضوع ده. لفت انتباهي النهارده تصريح لبنزيما في الاعلام، يعني بيتكلموا معاه ان على مباراة اوكلاند سيتي واللي حصل فيها ومش عارف ايه، ففي وسط الحديث بيكلموه على مواجهة النادي الاهلي. فبسطني جدا تصريح بنزيما عن النادي الاهلي، ان بنزيما بيقول يا جماعة كنا قبل كده نقعد نقول ايه، هو فلان ده يعرف النادي الاهلي، هو الفرقة الفلانية تعرف النادي الاهلي؟ لا، بنزيما عارف النادي الاهلي. بنزيما السنة اللي فاتت في كاس العالم الاهلي لعب قدام ريال مدريد، وكان بنزيما في ريال مدريد،
فالراجل بيقول النادي الاهلي هو فريق كبير فعلا، واتذكره من مباراة كاس العالم الماضية لما لعب امام ريال مدريد وكان فريق مجهد لريال مدريد. ممكن يكون كلام اعلام، ممكن يكون اي حاجة، لكن احساسي انا، اصل انا شفت المباراة وشفت الاهلي عمل ايه قدام ريال مدريد. واكيد معلش يعني بنزيما بقاله فترة دلوقتي في السعودية، وطبعا مفيش بقالنا كام شهر زي ما قلنا مفيش اي حوار عن كاس العالم الا عن لقاء الاتحاد والاهلي، حتى من قبل ما يلعبوا اوكلاند سيتي زي ما قلنا كانوا متوقعين خلاص ان احنا هنكسب اوكلاند سيتي، والمواجهه الاهم بالنسبه لنا النادي الاهلي. فاكيد بنزيما سمع عن النادي الاهلي غير لقائه زي ما قلنا السنه اللي فاتت في كاس العالم مع النادي الاهلي، فكلامه اللي قاله في الاعلام ده اكيد كلام كان حقيقي فعلا، مش كلام تزويق وخلاص يعني. فان شاء الله بامر يعني عجبني قوي الحديث بتاع بنزيما، ان شاء الله بامر الله احنا هنكون قد الكلام اللي انت قلته يا بنزيما. في حاجه بس عايزين نتكلم فيها بقى. لما يكون الاستاذ وليد الفراج، الاستاذ وليد الفراج الاعلامي السعودي المحترم، طبعا يعني انا عارف كويس قوي من فتره كبيره من قبل ما يحصل الطفره في الدوري السعودي والدنيا دي، ايام ما كان الاستاذ وليد الفراج لسه في البدايات، مش في بداياته هو يعني، قصدي يعني ايه، في بدايات التعليق مع النادي الاهلي والكلام ده. هو كان بيحب النادي الاهلي قوي، وياما كان له احاديث عن النادي الاهلي حلوه قوي. لكن طبعا في الفتره اللي فاتت بقى مع ظهور الدوري السعودي ودوري روشن السعودي والطفره اللي حصلت فيه زي ما بنقول ودخول المحترفين والدنيا دي، فالاستاذ وليد الفراج الموضوع اتغير معاه شويه وبدا ايه يعني يقلب شويه على النادي الاهلي. براحتك وحقك، انت راجل سعودي وبتتكلم عن نادي سعودي ما فيهاش اي مشكله. لما يطلع يقول النادي الاتحاد لاعب النادي الاهلي 3 مرات وفي ال3 مرات كان الانتصار من نصيب الاتحاد السعودي ومش عارف ايه، حقك مفيش اي مشكله. ولما تتمنى فوز الاتحاد برضو حقك مفيش مشكله. لكن العتاب هنا على مين؟ العتاب على الكابتن مدحت شلبي. احترم جدا يا كابتن مدحت يا شلبي تعاقدك مع القناه SSC، واحترم شغلك مفيش مشكله. لكن لما حضرتك تتسأل عن مباراة الاهلي والاتحاد، حضرتك مصري، هو انت هتخبي على السعوديين ان انت مصري؟ يعني انت بتخبي على مين؟ بيسألوا الكابتن مدحت شلبي فبيقول التعليق هيكون محايد، ما ينفعش ان انا اقول الاهلي مش في القلب، هو الاهلي في القلب بس برضو الاتحاد مش عارف ايه ايه الكلام ده. احترمت جدا 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 الكابتن عصام الشوالي في يوم من الايام لما كان الاهلي بيلاعب الترجي التونسي، وكلنا عارفين الكابتن عصام الشوالي ووضعه مع النادي الاهلي من زمان. سيبوكم من الكلام اللي طلع على عصام الشوالي على فكره مع حفظ الالقاب طبعا، ان في يوم من الايام مش عارف قال ايه عن النادي الاهلي وحش لا، كلنا عارفين كويس قوي تقدير واحترام وحب الكابتن عصام الشوالي للنادي الاهلي. عصام الشوالي حافظ تاريخ النادي الاهلي يا جماعه اكتر من اي فرقه، مش عايز اقول لكم اكتر من الفرق السعوديه، اكتر من الفرق التونسيه. تمام؟ في يوم من الايام الاهلي المصري كان بيلاعب الترجي التونسي، وعصام الشوالي في يوميها قال جمله انا احترمته فيها جدا. قال ايه؟ قال صحيح انا احب واهوى النادي الاهلي، لكن القلب وما يعشق، عشقي للترجي. طبيعي ان انت لازم تقول كده، والا ما تبقاش راجل تحمل الجنسيه التونسيه. طبعا بمناسبه برضو حته الجنسيه، معلش الكابتن مدحت شلبي هنضم معاك واحد تاني كمان، استاذ عمرو اديب. مش عارف هي الدنيا اتغيرت برضو بعد ما حمل الجنسيه السعوديه، الموضوع اتقلب. ايه يا كابتن يا استاذ عمرو يا اديب، في النهايه انت مصري وجنسيتك المصريه هي الاولى وهي الاولى والاولى. برضو لما تتكلم ما تركبش النادي السعودي على النادي الاهلي، ما ينفعش.
يا اخوانا ما ينفعش. يا اخوانا الفلوس مش كل حاجه. ويا اخوانا لو حضرتك قلت زي ما الكابتن عصام الشوالي قال احب فلان ولكن قلبي يعشق النادي الفلاني، السعوديين هيحترموك والله. طبعا الكابتن مدحت شلبي يعني تقريبا انا سمعت اخر حاجه قبل ما اسجل الحلقه، هو لحد النهارده الصبح كانوا بيقولوا احتمال 90% ان هو اللي يذيع وحاجات كده، تمام. قبل ما اسجل الحلقه دي من ربع ساعه مثلا سمعت ان خلاص تحدد ان الكابتن مدحت شلبي هيذيعها، وتقريبا هيبقوا قناتين صوتيتين، تمام. الله اعلم. بس يعني بصراحه انا بيني وبينكم انا كنت محتاج ان حد تاني يذيعها. افهموها زي ما تفهموها. انا برتاح في مذيعين تانيين كتير، يعني بيبقى اسلوبهم حتى في الاذاعه حلو، وبيتكلم في الكوره بيفهمك. في مذيع كده تحس ان هو بيفهمك الفنيات اللي في الملعب، تمام، اكتر من ان هو يقعد يدور على الفاظ منمقه والفاظ مش عارف ايه ومصطلحات مش عارف عامله ازاي علشان يظهر ان هو الفتك يعني ربنا يصلح حال الجميع يا رب. فطبعا طيب برضو عايزين نقول ان حكم او طاقم التحكيم في مباراة النادي الاهلي والاتحاد من فنزويلا. لما قالوا لي الموضوع الحكم من فنزويلا ده قلت الحمد لله والشكر لله ان هم مش هيجيبوا لنا طقم حكام امريكي زي بتاع امبارح الحكمة الامريكية. واخدين بالكم من دي؟ الحكمة الامريكية اللي حكمت امبارح كانت لقطة غريبة جدا يا جماعة. الغمزة اللي غمزتها للاعيب دي انا مش فاهمها والله. يعني انا مش فاهم يعني هي المقصود بها ايه. فالحمد لله ان احنا هيحكم لنا راجل، وخاصة ان احنا عندنا الواد امام عاشور ده امور قوي، وغير كده في لعيبة كتير امامير يعني، تمام. فطبعا لو كان لو كانت حكمة كان الماتش باظ خالص يعني، ولا يمكن كانت امام عاشور الواد الامور الجميل ده اللي انا بحبه قوي ده كان ممكن الحكم حكم لنا ولا ايه مش عارف. طيب هو الحكم من فنزويلا، بس احنا لينا ذكريات خلوا بالكم من فترة كبيرة كده من ايام منتخب مصر، ايام ما كان بيلعب فيه عبد الستار صبري وحازم امام، وكان في مباراة تقريبا كانت ما بيننا وما بين السعودية او حاجة زي كده، تمام، ما بين منتخب مصر ومنتخب السعودية، وحكم من فنزويلا برضه طرد تقريبا نص منتخب مصر. فربنا يستر والحكم بتاع فنزويلا بتاع يوم الجمعة ده يكون ايه على خير يعني. طيب يوميات النادي الاهلي في المونديال، اول يوم امبارح، تاني يوم النهارده، تالت يوم بكره هيكون فيه تمرين للنادي الاهلي الساعة 6 وشكرا على كده المباراة يوم الجمعة. هل يا ترى هل ترى النادي الاهلي يوم الجمعة هيفرح جمهوره؟ هو ده اللي نتمناه. ويعني زي ما قلت كده في حلقة امبارح واول امبارح، العب بشخصية النادي الاهلي، العب بشخصية البطل. انت بطل. سيبك من ان هم عندهم بنزيما وفابينيو وكانتي و والناس دي كلها. والله 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 انت لو لعبت بشخصية النادي الاهلي وبشخصيتك انت قد الناس دي، وليك حاجات في التاريخ ومباريات كان يعني فيها صولات وجولات كتير. اتمنى يا رب على خير ان النادي الاهلي يوم الجمعة يشرف نفسه ويشرف الكرة المصرية. طيب قبل ما نختم حلقتنا برضو ما ينفعش ننسى الدوري المصري اللي ان شاء الله بامر الله الاسبوع التاسع هيبدأ بكرة الخميس. عندنا 4 مباريات بكرة، مباريات حلوة على فكرة كلها. الساعة 4 هيكون البنك الاهلي والجونة ومودرن فيوتشر وسيراميكا. يمكن اقواهم هيكون مودرن فيوتشر وسيراميكا. بالليل بقى يعني ماتشين زي الفل، انا شايفهم الاثنين زي الفل. بيراميدز وبلديه المحله الساعه 7 والزمالك والمصري. ولعه يا عم ولعه، الزمالك والمصري. طبعا الزمالك منتشي ب9 نقط من افريقيا، والمصري عايز يفوق، وعلي ماهر عايز يقول انا اهو
من ساعه ما علي ماهر مسك المصري، ويعني النتائج مذبذبه. تمام. والزمالك تقريبا العاشر في الدوري، والمصري التاسع. يعني المراكز متقاربه جدا جدا جدا. ده عايز يخطف ال3 نقط علشان يجري، وده عايز يخطف ال3 نقط علشان يستمر او تستمر نغمه الفوز. مباريات هتكون حلوه ان شاء الله بامر الله. بكره هنتقابل بامر الله على خير مع حضراتكم بكره، علشان يوم جديد من يوميات النادي الاهلي في المونديال. اشوف حضراتكم على خير. بس قبل ما امشي لو سمحتم بعد اذنكم يا جماعه، والله العظيم اللايك مش هيتعبك في حاجه. اللايك هو دعما لكل فريق العمل بتاع النادي بتاع اهلاوي فندي. اتمنى يا رب تكون حلقه النهارده عجبت حضراتكم، علشان ما تحرموناش من اللايك من الشير. ولو حضرتك جديد معانا نتشرف بحضرتك تشترك معانا في القناه وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد من برنامج اهلاوي فندي. اشوف حضراتكم على الف خير بكره. تصبحوا على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. العالية روكسون دايما بنشجع الابطال. حسام عماد متعب مرتده تصوير وجول جول جول جول. الفرصة للفريق الاحمر عرضية. ولكن احذروا الكاو، احذروا الكاو. ترجع الكرة بالراس، القاضية ممكن شاط الكرة علي محلول يوزع جول جول اهلاوي. فريق كبير فريق